السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال بريب 2 دفعة 2026 برحب بيكم في فيديو جديد. معاكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، والنهارده إن شاء الله بندخل مع بعض في ليسون 3 في يونت 2. طبعا يا حبيب قلبي لو أنت ما اتفرجتش على ال 3 فيديوز الجداد بتوع يونت 2 روح اتفرج عليهم الأول. كان عندك فيديو ليسون 1 يونت 2، وعندك فيديو ليسون 2 بارت 1، وفيديو ليسون 2 بارت 2. لازم تكون متفرج عليهم كويس جدا عشان دول كلهم بعنوان فاكتورايزنج، عشان تدخل معايا ان شاء الله النهارده في ليسون 3. والف مبروك، وصلنا ليسون 3 وبدأ المنهج يتزحزح وخلاص هانت كلها ليسون 4 وليسون 5، وبعد كده تدخل على الجيومتري بقى وما ادراك ما الجيومتري يعني. تمام؟ طيب يلا نسمي الله، ورقه وقلم والكالكوليتور الجميله بتاعتنا ويلا بينا. حبيب قلبي ليسون 3 بيتكلم عن فاكتورايزنج السبيشال كيسز. طبعا انت عندك السبيشال كيسز بتاعتك هناخدها ان شاء الله، كل واحده موجوده في ليسون. النهارده هناخد اول حاجه في السبيشال كيسز. تمام كده معايا؟ هي سبيشال كيسز من ايه؟ من الليسون اللي فات اللي احنا عملناه على بارت 1 وبارت 2. طيب اول سبيشال كيسز عندك اسمه بيرفكت سكوير. يعني انت النهارده جاي تتعلم معايا ازاي تعمل فاكتورايزنج للبيرفكت سكوير. ايه رأيك بدل ما انت تفضل تايه وتنام في الحصة 3 مرات معايا وتفضل بقى مش فاهم هو المستر ده عايز ايه مني، ايه رأيك افهمك انا عايز ايه منك؟ بص يا حبيبي، انا النهارده جاي اشرح لك درس اسمه فاكتورايزنج بيرفكت سكوير. اول حاجة هتلاقيني قاعد مثلا 5 دقايق ولا حاجة، مش هطول عليك، بعرفك هو انت تعرف ان السؤال اللي قدامك ده بيرفكت سكوير. ايه اللي يعرفك؟ دي اول حاجة اعلمها لك. بعد ما اعلمك ان شاء الله ان هو ده بيرفكت سكوير اعلمك ازاي تعمل له فاكتورايزنج، وبعد كده هنتعلم بعض القوانين البسيطه كده او بعض الرولز وشويه مهارات وشويه دلع في الاخر. في اي مشكله؟ يلا نبدا باول حاجه، وازاي نعرف ان الاكسبريشن اللي قدامنا ده بيرفكت سكوير تراينوميال. انا بقول كلمه تراينوميال دي عشان هم 3 تيرمز، انا لسه شغال على 3 تيرمز زي السيشن اللي فاتت بالظبط واللي قبلها كمان. طيب تعالى بقى بمنتهى البساطة، سيبك من العك بتاع الكتاب ده وخليني بقى أفهمك الدنيا ماشية إزاي. بص يا حبيب قلبي، شايف البتاع اللي قدامك دي؟ ركز بقى كده معايا، شايف ده الإكسبريشن اللي قدامك ده؟ طيب بمنتهى البساطة، مش ده يا مستر أنت شرحته لنا في ليسون 2؟ أيوه هو لما كنت بتقول لنا إكس سكوير وإكس ومفيش لما كنت بتقول لنا اتاكد ان مفيش كومون، مفيش كومون. وانت فاكر ان الكلام بتاعي ده هيتغير؟ هيفضل موجود معاك يا باشا. لازم يبقاش فيه كومون، ولازم تبقى المساله مترتبه. تمام؟ ولازم ان هنا باور 2 يبقى هنا باور 1، لو ال2 دي 4 تبقى تلاقي هنا باور 2. الكلام ده مش هيتغير نهائي. امال يا مستر ايه الجديد؟ تعالى كده نحلها كاننا مش عارفين ان هي في الدرس الجديد. تعالى هروح اعمل 2 براكتس. ركز بقى كده معايا الله يكرمك. الاكس باور 2 افكها اكس واكس. طبعا لو انت هتشغل دماغك يعني ده كان بارت 1 في ليسون 2، عشان هنا مفيش كوفيشنت. عايز 2 نمبرز التايم بتاعهم 25 والصم بتاعهم 10. مين؟ عندك 5 تايم 5 ب 25 والصم بتاعهم 10. طالما ده بوزيتيف يبقى الاثنين زي الميدل، يبقى الاثنين بوزيتيف. هما بقى قال لك ايه؟ لازم يقرفونا. قال لك ايه ده التو براكتس دول طلعوا زي بعض، بدل ما يعدوا الموضوع وخلاص فعملوا درس جديد مخصوص لكل المسائل اللي بتطلع تو براكتس زي بعض. وقال لك دي مش صدفه، دي دراسه. يعني انت كطالب دلوقتي، يعني انا كمدرس، انا قبل ما احل السؤال ده انا عارف ان هم هيطلعوا زي بعض. فانت وظيفتك النهارده ان انت لازم تبقى زيي، تمام؟ وتبقى عارف ان المساله دي هتطلع تو براكتس زي بعض. حتى لو جيت جربتها بالكالكوليتور هيحصل حاجه جميله قوي. جرب كده حلها بالكالكوليتور، هتدوس مود 3 او مود 5 على حسب نوع الكالكوليتور بتاعتك، واكتب 1 ايكوال 10 ايكوال 25 ايكوال ودوس ايكوال تاني زياده علشاني. طيب تمام؟ طيب هتلاقي الكالكوليتور جابت لك نيجاتيف 5 وما جابتلكش حاجه تاني. عارف ده معناه ايه؟ ان الكالكوليتور بتقول لك يا عبيط انا مش هجيب لك اجابه تاني عشان الاجابه التانيه زي الاولانيه. فانت بتروح تغير الساين بتاعتها. طيب ايه ده بقى؟ قال لك ده ما بنكتبوش كده، بدل ما طالما هم زي بعض بالظبط بنكتب اكس بلس 5 واحده ونعمل باور 2. في اي مشكله في كلامي؟ ان شاء الله ما فيش مشكله. بس طيب امال انت جاي تقول لي بقى؟ انا جاي بقى اعلمك هو انت عرفت منين ان هم هيطلعوا براكتس زي بعض؟ والله يا حبيبي الدرس ده اسمه بيرفكت سكوير.
عرفت منين؟ هقول لك حاضر. عنده 3 شروط، اكتبهم ورايا في الكشكول عشان ترتاح، عشان في كتاب المعاصر معمولين بايه؟ يلا. هما مش معمولين باسلوب وحش، بس انت مش هتفهم بالطريقه دي، تمام؟ طيب، اول شرط قال لك شرط على الترم ده، وشرط على الترم ده، وشرط على الترم ده، كل ترم ليه كونديشن. بص بقى، قال لك اول شرط لازم اهو، هكتب لك الشروط اهو، لازم الفيرست ترم، اول ترم اللي هو الفيرست ده، خليك معايا بقى واستحملني، لازم يكون بوزيتيف، دي كده اول حاجه، ولازم يكون بيرفكت سكوير، افهمك والله كل حاجه بيرفكت، ده كده اول شرط. تعال نفهمه. ده اول ترم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف الحمد لله. يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني يكون ليه سكوير روت. يعني بص الخص لك الكلام، بيرفكت سكوير ده يعني لو لقيت فاريبل تلاقي الباور بتاعه ايفن، اهو سهلت لك الموضوع قوي. لو لقيت فاريبل تلاقي الباور بتاعه ايفن، ولو لقيت نمبر تيجي تحط له او تيجي تجيب له سكوير روت على الكالكوليتور تلاقي ليه ريزلت كده، يدي لك حاجه راشونال، تمام؟ ماشي. يعني ما تلاقيش 5 مثلا، ده مش بيرفكت سكوير. ما تلاقيش 7 مش بيرفكت، تلاقي 9، تلاقي 16. انت عارف الكلام ده من يونت 1 من اول ليسون في المنهج، عارف البيرفكت سكوير والبيرفكت كيوبس كمان. طيب، يبقى اول شرط لازم يكون الفيرست تيرم بوزيتيف وبيرفكت. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني بوزيتيف. يعني ايه بيرفكت؟ يعني لو لقيت فاريبل زي الاكس او الواي او الزد تلاقي الباور بتاعه ايفن 2 4 6 8 10. ولو لقيت نمبر تلاقيه ليه سكوير روت، لما تيجي تجيب له سكوير روت تلاقي ليه سكوير روت، زي ال9 زي ال100، تمام؟ ماشي. طيب الشرط الثاني بقى، الشرط الثاني شبه الاولاني بالظبط، او خلينا في الشرط الثالث هو اللي شبه الاولاني. الشرط الثالث بيتكلم عن الثيرد تيرم. بيتكلم عن ايه؟ الثيرد تيرم اللي هو الترم الاخير ده، اللي هو ده. قال لك لازم يكون بوزيتيف بردك، ايوه، ولازم يبقى بيرفكت بردك، ايوه، بس بيرفكت سكوير، ها، عشان بس ما تنساش، انا بس ما كملتاش. هل دي بوزيتيف؟ ايوه. هل دي بيرفكت سكوير؟ ايوه، لان ال 25 ليها سكوير روت. ايه ده يا مستر؟ يعني لو دي ماينس يبقى وانا مغمض عيني يبقى المساله دي مش تبع الدرس ده؟ وهنشوف دلوقتي. وبيجيب لك عادي مساله يقول لك مين بيرفكت سكوير، وممكن يخلي لك دي بالنيجاتيف عادي، تمام؟ الشرط الثاني بقى ده اكيد خاص بايه؟ بالسكند ترم او الميدل ترم. الميدل ترم يعني الترم اللي في النص. قال لك ان الميدل ترم ده هغير له اللون مخصوص عشان ده عايز تحيه كبيره، يعني ده مهم قوي. قال لك الميدل ترم ده ممكن يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف عادي، ميبي بوزيتيف اور نيجاتيف. يعني لو لقيت هنا بلس عادي، لقيت هنا ماينس عادي. يا رب الناس تكون مركزه وفاهمه. وليه قانون بقى؟ قال لك لازم يبقى عباره عن 2 ملتبلاي روت الفيرست تايم روت الثيرد. يعني لازم لما تيجي تعمل 2 تايم سكوير روت الاولاني تايم سكوير روت الثالث لازم يديك الميدل ترم. تعال نجرب. ادي بوزيتيف اور نيجاتيف اهي، ادي ال2 نزلت اهي، ادي التايم اهي، روت الفيرست سكوير روت ده بكام؟ لو عايز تجيب سكوير روت لده امسك الباور اعمل له ديفايد 2 يبقى اكس باور 1 اللي هي اكس، يعني الاكس باور 2 باكس يا شباب. طيب والثالث ال 25 بايه؟ ب 5. انا بعمل التايم صغيره عشان ما تلخبطش بينها وبين الاكس. طيب احسب كده، بوزيتيف اور نيجاتيف تنزل عادي مالهاش لازمه. 2 تايم 5 يبقى 10 10 اكس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اداني الميدل ترم. ده كده الثلاث شروط اتحققوا. يبقى ده اسمه بيرفكت سكوير تراينوميال. انا استفدت ايه؟ عرفت من قبل ما احل كأن انا ما حلتش ان لما اجي احل المساله دي ان لازم تطلع 2 براكتس زي بعض. فعشان كده انا مش هستخدم الطريقه البلدي دي، ايوه هقول عليها بلدي دلوقتي عشان الدرس قدم. مش هستخدم الطريقه القديمه في المساله دي. امال ايه الطريقه؟ مش انت خلاص اتعلمت خلاص ان ده لا طالما اتحقق فيه ال3 كونديشنز دول يبقى ده بيرفكت سكوير تراينوميال؟ نقول تاني الشروط: اول ترم بوزيتيف وبيرفكت سكوير، الثيرد ترم بوزيتيف وبيرفكت سكوير، والميدل ترم عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف توايس او 2 ملتبلاي روت الفيرست تايم روت الثيرد. طب انا بقى استفدت ايه لما عرفت كل الكلام ده؟ هغير لك اللون للمره الاخيره واكبر لك الخط بقى واقول لك انت استفدت ايه دلوقتي. تعالى بقى، يلا اسود بقى. بص بقى، هتروح تعمل، انا اللي بقول لك طالما اتاكدت ان هو بيرفكت سكوير تروح تعمل براكت باور 2. انا اللي بقول لك طالما بيرفكت سكوير تعمل براكت باور 2. والقانون بيقول لك
هات روت سكوير روت الاولاني الاكس باور 2 باكس، صعبه. وهات سكوير روت التالت ال 25 ب 5، صعبه. وخد الساين اللي في النص، معلش عشان هي اختفت بسبب خط الكبير اهي خد الساين اللي في النص، الساين اللي في النص بلس يبقى تكتب بلس وشكرا. خلاص يا حبيبي، عايز اقول لك ان تقريبا الدرس خلص. تعالى بس نثبت الكلام اللي انا قلته ده. طبعا لو انت ما كتبتش ورايا ال 3 كونديشنز والكلام اللي انا شرحته ده اللي قبل ما يتمسح، انت فعلا فايتك كتير. اتمنى ان انت تكون بتكتب ورايا. طيب بص بقى كده معايا، هنقول ايه بعد كده. تعالى هنا، هو طبعا السؤال اهو بس انا ما رضيتش اقراه في الاول. which of the following trinomials، يعني trinomials يعني كلهم من 3 terms represent a perfect square and which don't. بص بقى، طبعا ده خلاص طلع بيرفكت عشان احنا خليناه بيرفكت وحليناه وعملنا فيه كل حاجه. تعالى بقى هنا بقى، ده مش بيرفكت وانت مغمض عينك من قبل ما تتاكد من كل الشروط، لان الثيرد ترم مش بوزيتيف، يبقى شكرا. تمام؟ طيب تعالى هنا، تعالى نشوف دي بيرفكت ولا لا. خلي بالك انا لو بيرفكت هتلاقيني بعمل لها فاكتورايزنج على طول بالمره. بص بقى كده معايا، اول شرط، انا مش هكتب بقى الشروط التانية انت كاتبها في الكشكول. اول شرط لازم الفيرست ترم يكون بوزيتيف ويكون بيرفكت سكوير، اهو ده بوزيتيف وبيرفكت عشان 25 ليها سكوير روت والباور ايفن اهو. الثيرد ترم بوزيتيف الحمد لله وبيرفكت عشان ال 36 ليها روت والان باور 2 الباور بتاعها ايفن. فاضل بقى الميدل ترم اللي هو القانون بتاعه، اكتبه لك تاني، بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايم روت الاولاني تايم روت التالت. تعالى نتاكد، ادي 2 تنزل تايم روت ده بكام؟ ال 25 ب 5 والام باور 2 بام تايم روت التالت 6 ان. يلا نعمل 2 تايم 5 يبقى 10، 10 تايم 6 يبقى 60، وام ان اللي هي ام ان. طبعا ادالك الميدل ترم في ثانيه، يبقى انت تقدر تقول له ان ده بيرفكت سكوير تراينوميال. واظن الحمد لله الدنيا وضحت. طالما هو بيرفكت سكوير تراينوميال، الكتاب بقى الخارجي لسه بقى بعد ورقتين ثلاثه هيعلمك ازاي تعمل له ايه؟ فاكتورايز. لا تعالى بالقلم الاسود زي ما احنا اتعودنا، يلا بينا بنروح نعمل براكت كده باور 2، ناخد سكوير روت الاولاني 25 ب 5 والام باور 2 بام، ونيجي في الاخر ناخد سكوير روت الثالث ال 36 ب 6 والان باور 2 بان، وناخد الساين بتاعه الايه؟ وناخد الساين بتاعه الميدل ترم. تمام؟ الميدل ترم هنا نيجاتيف او ماينس، يبقى نحط هنا ماينس. صعبه، وطبعا دي مش محتاجه آلة نهائي. طيب طبعا نمبر 4 مش هتطلع بيرفكت سكوير لسبب ان الثيرد ترم ده هو بوزيتيف بس ده مش بيرفكت سكوير. ال3 نوت بيرفكت سكوير. في اي مشكله كده في الكلام؟ الحمد لله مفيش اي مشكله. تعالوا نكمل مع بعض. ودلوقتي يلا بينا نحل مع بعض على فاكتورايزنج البيرفكت سكوير. انا عايز اقول لك حاجه، كل الاسئله اللي قدامك دي ان شاء الله هي بيرفكت سكوير. طبعا انت عايز تجرب وتتاكد، اتاكد في امتحان اخر السنه، الامتحان بيجوا فاكتورايزنج كله على بعضه، انت ما بتبقاش عارف ده انهي نوع، فلازم تتاكد. لازم اكون سايب لك بصمه ان انت تبقى عارف كل نوع هتميزه ازاي. وما تقلقش، عايز اقول لك على حاجه حلوه قوي ان شاء الله. اول لما نخلص اليونت دي هعمل لك فيديو بفضل الله، بفضل الله الفيديو ده عمرك ما هتلاقيه نهائي. هعمل لك فيديو تلت ساعه ان شاء الله، هجمع لك فيه كل الفاكتورايزنج كله في تلت ساعه، وهديك الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات بس، وهقول لك ازاي تعرف ده من درس كام وده من درس كام. تمام؟ باذن الله. طيب تعالى بقى كده ركز معايا. اول سؤال يلا. طبعا لازم اتاكد ان مفيش كومن فاكتور. هل في كومن؟ هنا في ايه، هنا في ايه، هنا مفيش ايه، هنا في بي، هنا في بي، هنا مفيش بي، هنا في 1، فاكيد طبعا 1 مع النمبرز يبقى مفيش كمان، مفيش اي كومن فاكتور خالص. تمام؟ يعني لازم اتاكد من الحته دي. وخلي بالك بقى هنا ايه باور 4 هنا ايه باور 2 اهي، يعني لو انت هنا بي باور 2 هنا بي. المهم بقى نشتغل ازاي. ده بيرفكت سكوير تراينوميال، بروح اعمل له فاكتورايزنج بسهوله. بعمل براكت باور 2 بمنتهى البساطه، بروح اجيب روت الاولاني ده الاي باور 4، بعمل للباور ديفايدد 2 تبقى اي باور 2، وال49 تبقى 7، والبي باور 2 تبقى بي، واحط الساين بتاعت الميدل ده ماينس، وخلصت المساله. بذمتك بقى هل دي محتاجه حاجه؟ هنا طبعا في مشكله كبيره. واحد طبعا مش فاهم، للاسف انا ما بحبش الطلبه دي خالص، هيقول لي يا مستر ال 32 دي مش بيرفكت سكوير، يبقى المساله دي مش تبعنا وما ينفعش نعمل لها فاكتورايزنج بالطريقه دي. هرد عليه واقول له يا استاذ بطيخه، في هنا كومن فاكتور اصلا بين ال 18 وال 48 وال 32،
في جي سي اف. مين الجي سي اف اللي ممكن ناخده؟ طبعا الجي سي اف اللي هينفع ناخده هنا هو ال 18 ينفع تعمل لها ديفايدد 2، ينفع تعمل لها ديفايدد ينفع تعمل لها ديفايدد 2. هناخد ال 2 كلهم ايفن اصلا، هو اكبر حاجه ال 2 هي اللي هتنفع. لما اخد ال 2 يلا 18 ديفايدد 2 يبقى 9 وانزل اكس سكوير، هتلاقي المساله بتتظبط لوحدها. نيجاتيف 48 ديفايدد 2 هيدينا نيجاتيف 24 صح؟ و32 ديفايدد 2 هيديك 16. لو انت بتفهم شويه هتلاقي ان ده بقى بيرفكت سكوير اهو، 9 بيرفكت سكوير وال16 كمان يا حبيبي الحمد لله بيرفكت سكوير. ال2 دي ملهاش اي لازمه، دي ضيف شرف هتفضل تنزل لحد ما تخلص. طبعا طالما ده بيرفكت سكوير هتعمل براكت بار 2 زي ما الحمد لله قلنا، وبعد كده تروح عامل ايه؟ تروح جايب سكوير روت الاولاني ال9 ب 3 والاكس بار 2 باكس وال16 ب 4 وحط الساين بتاعت الميدل تيرم ماينس. في اي مشكله؟ وشكرا. طيب تعالى للسؤال ده. طبعا في بعض الناس اول لما بتلاقي فراكشن بتخاف، انا بقول له يا حبيبي يا جميل ما تخافش. طيب بص بقى هنعمل ايه. خلاص انا بقول لك خليك واثق في ربنا طبعا طيب، وخليك متاكد ان شاء الله ان دي بيرفكت سكوير. لو انت عايز تتاكد احب الطالب اللي يتاكد، وقف الفيديو وتاكد. طيب اهو ده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير. واحد يقول لي ازاي ده بيرفكت يا حبيبي؟ ال1 بيرفكت وال25 بيرفكت، ال1 بيرفكت وال4 بيرفكت، ولو جبت الميدل تيرم هتلاقيه فعلا هيديك 1 اوفر 5 اي. يلا هات سكوير روت الاولاني يبقى ال1 اوفر 5 خلاص، والاي باور 2 بايه، ال1 اوفر 4 تبقى 1 اوفر 2. هنا عندك الميدل تيرم بوزيتيف يبقى بلس. في اي مشكله؟ طبعا خلاص المساله دي معروفه، هتروح تاخد كومن وهتشتغل وترتبها، هتحلها انت لوحدك، ولو ما عرفتش تقدر تبعت لنا على الجروب طبعا تحت امرك. تمام. تعالى بقى اقول لك بقى زي ما قلت لك قبل كده، الدرس ده بيفيدنا كمان ان انت، انا لو جيت قلت لك احسب مساله زي دي بدماغك مثلا، سيبك بقى من الاله، 97 باور 20 دي انت عارف يعني ايه؟ يعني 97 تايم 97 انت هتقعد فيها بتاع 5 دقايق، وتروح 87 تروح عامل 87 تايم 87 وترجع تعمل 2 تايم 97 تايم 87 وترجع، ده انت هتقعد نص ساعه، ده انت لو بالاله هتطول. تعال اقول لك بقى الدرس ده هيفيدنا ازاي. اللي انت ما تعرفوش ان دي بيرفكت سكوير تراينوميال، هقول لك عرفت منين. ده بيرفكت سكوير. واحد يقول لي عرفت منين يا مستر؟ شميت على ايدك ولا ايه؟ حبيب قلبي حبيب قلبي، اي نمبر عليه باور 2 يبقى اكيد بيرفكت سكوير. اي نمبر في الدنيا انت عامل له باور 2 هات له سكوير روت هتلاقي ليه سكوير روت يا حبيبي. تعالى العب معاك اللعبه. بص يا بابا، معاك 5 6 7 8 9 1 2 3، شايف النمبر ده؟ اكتبه على الكالكوليتور وحط له باور 2 وحطه تحت الروت، اكيد هتلاقي ليه روت لان الروت هيروح مع باور 2. اي نمبر عليه باور 2 اكيد بيرفكت سكوير يا عم الذكي. طيب نمسح العك كده، نمسح العك. انا كنت عايز اغني لكم على فكره، ماشي ما علينا. طيب يلا يبقى ده بيرفكت سكوير عشان عليه باور 2، ده بيرفكت سكوير عشان عليه باور 2، الاثنين بوزيتيف. طبعا واحد يقول لي الشرط الثاني بتاع الميدل تيرم يا استاذ. يا حبيب قلبي ما هو 2 تايم روت الفيرست اهو، ما هو روت ده تشيل الباور 2 وروت ده تشيل الباور 2، المساله باينه فحت يعني. طيب ادي براكت باور 2 سكوير روت ده، واحد هيروح يجيبه بالكالكوليتور يا متخلفين. 97 ال 87 ب 87 وماينس اهو، ولو انت بتفهم شويه 97 ماينس 87 هيدينا ايه؟ هيدينا 10 و10 باور 2 ب 100. انا بحلف بالله والله لو انت جيت تكتب دي على الاله وجي واحد تاني حلها باستخدام الفاكتورايزنج، والله اللي هيحلها بالفاكتورايزنج هيخلصها الاول المساله دي. تعالى هنا اهو نفس الكلام، يلا نيجي يلا تكتبها على الكالكوليتور ونشوف مين هيحسب الاول. اهو 999 الروت الاولاني، الروت الثالث الساين الميدل باور 2 يبقى 1000 باور 2 يبقى 1 مليون، بس حسبتها قبليك اهو. تمام. نقول بقى بالراحه عشان لو حد مش فاهم. سكوير روت ده بتشيل الباور 2، سكوير روت ده بيديك ال1، تاخد الساين بتاعت الميدل تيرم اللي هي بوزيتيف وتعمل الباور 2. هو بيجيب لك ارقام تظبط معاك الاداء من غير آلة بقى. 999 بلس 1 يبقى 1000، 1000 باور 2 يعني 1000 تايم 1000 ده يديك طبعا ايه؟ 1 مليون. تمام؟ طيب عايز بقى اقول لك على حاجه، القانون ده الحمد لله احنا خدناه اللي انا كتبته بخط ايدي، ازاي تجيب الميدل تيرم بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايم روت الفيرست تايم روت الثيرد. ولكن انت عندك قانونين كمان ناقصين، ازاي تجيب الفيرست تيرم وازاي تجيب الثيرد تيرم.
لو انت عايز تجيب الفيرست ترم هتاخد الميدل باور 2 ديفايدد 4 تايم الثيرد. يبقى لو عايز اجيب الاولاني هاخد الميدل سكوير، الميدل اعمل له باور 2 احل معاك دلوقتي ما تقلقش، ديفايدد 4 تايم الثيرد. طب لو عايز اجيب الثيرد يبقى اخد الميدل باور 2 ديفايدد 4 تايم الفيرست. وتعالى نشوف مع بعض. بص بقى كده معايا، يلا بينا. طبعا بيقول لك هات لي الفاليو بتاعت الكي، اي كي موجوده عايزين نجيبها، وهو خلي بالك قال لك ان دول خلاص هم بيرفكت سكوير بالعافيه. ما انت ما ينفعش تستخدم القوانين دي غير لو كانوا هم اصلا بيرفكت سكوير. طيب هعمل ايه؟ تروح تشوف الكي موجوده فين. لو الكي في الفيرست تيرم يبقى تستخدم قانون الفيرست، لو الكي في الميدل استخدم قانون الميدل، لو الكي في الثيرد استخدم قانون الثيرد. طيب الكي هنا في الميدل يبقى انا هستخدم قانون الميدل. في اي مشكله كده في كلامي؟ طيب تعالى، الميدل تيرم كان ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايم روت الفيرست تايم روت الثيرد. انا بحب اكتبها كده بسهوله. يلا نعوض، ادي 2 اهي تايم روت ده بكام؟ 49 ب 7 والاكس باور 2 باكس تايم روت الثيرد ال 25 ب 5. يلا 2 تايم 5 10 10 تايم 7 70 وانزل الاكس. بس بوزيتيف اور نيجاتيف. طب بالعقل كده انت جبت الميدل تيرم بكام؟ بالله عليك ركز في الحته دي عشان مهمه جدا والطلبه بتلخبط فيها. الميدل تيرم يا حبيبي اهو، والميدل تيرم اللي في المساله اهو. بالعقل كده يبقى الكيب كام؟ ما هو الاكس موجود اهي، الاكس زي الاكس اهي، يبقى الكيب كام؟ الكيب بوزيتيف اور نيجاتيف 70. خلي بالك لو لقيت 70 في التشويس ونيجاتيف 70 وبوزيتيف اور نيجاتيف 70 يبقى اختار بوزيتيف اور نيجاتيف 70. تمام؟ لازم. طيب نشوف السؤال اللي بعده، يلا بينا لو سمحت. هنا السؤال نمبر 4. طبعا هنا هو عايز الكي في الثيرد تيرم، يبقى اكيد انا هروح استخدم قانون الايه؟ قانون الثيرد تيرم. طبعا لو انت عايز تجيب الثيرد هكتب لك القانون هنا عشان انت حبيبي، عشان انت حبيبي وابن حبيبي. ميدل باور 2 انا بكتب ام باور 2 كده ما تعملش زيي، اوفر 4 تايم الفيرست. يلا مين الميدل؟ اللي هو ده، هاخده كله على بعضه اهو 40A امسكه اعمل له باور 2. في حاجه صعبه في كلامي؟ ديفايدد 4 عشان الناس ما تعرفش تطبق. 4 تايم الفيرست. مين الفيرست اهو؟ ما بعملوش باور 2، باخده عادي زي ما هو. طيب بخلص المساله ازاي؟ الباور 2 ده بيتوزع هنا وهنا، ما انت عارف 40 لما تاخد باور 2 عادي سيبها 40 باور 2 عادي، مش لازم تحسبها. A باور 2 ب A باور 2 عادي. في اي مشكله يا نجم؟ طيب 4 تايم 25 بالكالكوليتور هيديك 100 ونزل الاي باور 2، الاي باور 2 كنسلت مع الاي باور 2 اتبقى 40 باور 2 ديفايدد كام؟ ديفايدد 100. طبعا دي لما تيجي تحسبها بالايه؟ بالكالكوليتور هيدي لك ايه في الاخر؟ ثانيه واحده. 40 تايم 40 مالكش انت دعوه، هتحسبها بالاله هي مش محتاجه، هيديك 16 في الاخر. تمام؟ يبقى طبعا خلي بالك بقى عشان في معلومه خطيره. هل الكيب 16 الكي دي يا راجل يا مؤمن تنفع تبقى ب 16 كده؟ هيبقى ده بلس ده ماينس 16. ينفع السيرد ترم يبقى نيجاتيف؟ دي لازم الكي تاخد نيجاتيف 16 يا بابا، عشان في نيجاتيف هنا، فالنيجاتيف تايم النيجاتيف يبقى بوزيتيف، يبقى الكي هنا لازم تاخد نيجاتيف 16. الكي لازم تاخد كام؟ تاخد نيجاتيف 16 يا محترم اهي. تمام؟ طيب خلاص ماشي، ممكن بقى تكملوا انتوا الباقي، مفيش اي مشكله. تعالى احل لك، تعالى مثلا احل لك السؤال الثالث ده عشان الكي هنا في الاول ما حلناش حاجه. الكي في الاول كده، طالما الكي في الفيرست تيرم يبقى انا هستخدم قانون الفيرست تيرم. ادي الفيرست يلا عباره عن ميدل باور 2، فاكر انا بجيب فيرست يبقى اكيد 4 تايم الثيرد. تمام؟ طيب يلا بينا. مين الميدل؟ هو ده الميدل، هاخده كله 42 اكس باور 2 اول باور 2 ديفايدد 4 تايم الثيرد اللي هو 9. يلا بينا. طبعا ال 42 لما تاخد باور 2 هي زي ما هي 42 باور 2، والاكس باور 2 بقى لما تاخد باور 2 بنعمل تايم للباور مش بلس، بس هي هنا مش هتفرق. ماشي، اكس باور 4 ديفايدد 4 تايم 9. تمام؟ طبعا اكس باور 4 هتنزل عادي، والمفروض نمسك دي نحسبها بالكالكوليتور. هتطلع معانا كام يا نجم؟ احسبها انا؟ ماشي، طبعا مالكش انت دعوه بيا. ايه اللي انا بعمله ده؟ ماشي، دول كده ب 3 ودول كده ب 3 يبقى 9 ناحيه مع ال 9 اللي تحت بقى 49. عيب عليك برضه المستر يا واد. طيب طبعا ما حدش فاهم حاجه، اعملها بالاله. 49 اكس باور 4
نيجي للحته اللي كل الطلبه اتلخبط فيها. كلكم بتخلصوا المساله وتقول ان دي الاجابه، دي مش الاجابه، هو عايز الكي. قارن الفيرست ترم اللي هنا بالفيرست ترم اللي هنا. اكس باور 4 اهي موجوده، يبقى الكي باور 2 هي اللي في 49. ركز، الكي باور 2 هي اللي في 49. اقسم بالله خدعه للطلبه، هو بيجي يقول لك الكي بكام، انت بتقول له 49. غلط، الكي باور 2 اللي في 49. لو عايز تجيب الكي بس تخلص من باور 2 ازاي؟ تاخد سكوير روت لل 49 وما تنساش ان في بوزيتيف اور نيجاتيف، يبقى الكي بوزيتيف اور نيجاتيف 7. طبعا واحد متخلف او مش متخلف، يعني هو لو سأل السؤال ده يبقى بيفهم. نفسي قوي يكون حد السؤال ده جه في دماغه. المفروض واحد يقول لي يا مستر هو الكيس زي بوزيتيف اور نيجاتيف 7، انت قايل لي ان الفيرست ترم لازم يبقى بوزيتيف بس، انت يا مستر نصاب. لا يا بابا انا مش نصاب، هو كده كده الكي لما تبقى 7 او نيجاتيف 7 برضه هنا هتبقى بوزيتيف، لان هي هنا في المساله يا حبيب قلبي معمول لها باور 2. ما هو لو انت حطيت الكيب 7 هتبقى 49، ولو حطيت الكيب نيجاتيف 7 هتبقى 49، بس انت لازم تقول الاحتمالين. تمام؟ اتمنى ان انت تكون فهمت الحته دي عشان مهمه. طيب بعد كده ان شاء الله بنختم باخر حاجه في الفيديو باذن الله، وابقى كده بفضل الله انا شرحت لك الدرس كله بالتفصيل الممل، مش محتاج لاي حاجه تاني. سولفنج ايكويشنز هي ان شاء الله ما فيهاش اي حاجه، هنعمل فاكتورايزنج زي ما احنا شغالين عادي، بس بدل ما بنعمل فاكتورايزنج ونروح لا هنروح نجيب الفاليو بتاعت الاكس. طيب بمنتهى البساطه مثلا تعال نبص السؤال ده. طبعا انا قلت لك اي ايكويشن هتحلها لازم تبقى ايكوال 0، فادي ال 9 اكس سكوير اهي زي ما هي. طبعا انت عارف ان ده بيكون الميدل ترم هيدخل جوه بعكس الساين، ادي نيجاتيف 30 اكس وال 25 بالبوزيتيف زي ما هي ما حركناهاش ايكوال 0. تاني ده نزل زي ما هو وده زي ما هو وده دخل جوه بعكس الساين. طبعا دي بيرفكت سكوير تراينوميال لان ده ليه سكوير روت وبيرفكت، وده كمان ليه سكوير روت وبيرفكت، ولو جيت عملت 2 تايمز روت الفيرست تايم روت الثيرد هيديك اللي في النص. تمام؟ طيب بنعمل ايه بقى بمنتهى البساطه؟ بنروح نعمل براكت باور 2، ناخد روت الاولاني يبقى 3 اكس، ناخد روت الاخير يبقى 5، ساين اللي في الميدل، كل ده ايكوال ايه؟ 0. لما تلاقي براكت باور 2 بزيرو يا حبيبي يبقى اكيد اللي جوه البراكت بزيرو، خد اللي جوه البراكت ساويه بالزيرو، يلا اطرد النيجاتيف 5 يبقى 3 اكس ايكوال 5، عايز تجيب الاكس يبقى الاكس ايكوال 5 اوفر 3، يبقى السوليوشن ست ما تنساش في الريل نمبرز هتبقى 5 اوفر 3. هو كان قايل لنا حله في الار، طبعا انت خلاص كل حياتك هتبقى ار بعد كده. تمام؟ طيب في اي مشكله؟ طبعا لو انت حبيت تحلها بالكالكوليتر مفيش مشكله، بس هتحلها بعد ما تظبطها. هتقول 9 ايكوال نيجاتيف 30 ايكوال 25 ايكوال، طبعا مفيش اي كومن بينهم عشان تبقى فاهم، لازم اتاكد ان مفيش كومن ومترتبه، كل حاجه لازم اتاكد منها. الكالكوليتر هتجيب لك الاجابه دي على طول. تمام؟ طيب في اي مشكله؟ تعالى مثلا احل معاك المساله دي كمان. يلا الاكس اعمل لها تايم هنا وهنا مره، اكس تايم اكس يبقى اكس باور 2، نفس شغل الليسونز اللي فاتت. اكس تايم نيجاتيف 6 يبقى نيجاتيف 6 اكس، النيجاتيف 9 دي هتدخل جوه بالبوزيتيف يبقى بلس 9 ايكوال 0. طبعا انت دلوقتي هتلاقي ان ده بيرفكت سكوير تراينوميال. جرب الثلاث شروط هيتحققوا، لازم تجرب في امتحان اخر السنه. انت هنا مش ما بتجربش ليه؟ عشان انت عارف ان انت في درس البيرفكت فبتقول لنفسك ان هو بيرفكت، او انت ماشي ورايا ورا المستر اللي هو المستر قال ان هو بيرفكت خلاص. في الامتحان ما ينفعش الكلام ده. تمام؟ ما هي ممكن تكون دي بليسون اللي فات هينفع؟ لا لازم تتاكد. يبقى باور 2 تاخد اكس روت الفيرست، تاخد 9 روت الثيرد، ودي ماينس يبقى هنا ماينس، كل ده ايكوال 0. طبعا الحمد لله ما فيهاش اي مشكله، وبكده الحمد لله نكون خلصنا الليسون بتاعنا. ادي الهوم ورك اهو. طبعا الطلبه حبايبي اللي عايزه حل كل الافكار بتاعت اسئله الكتاب المعاصر، وعايزه لما يقف مع اسئله تقدر ان هي تبعت لي في اي وقت، وعايزه نظام متابعه، احنا على التشانل او على قناه اليوتيوب بننزل شرح المنهج فقط، بنزل لك شرح المنهج. تمام؟ طب لو انت عايز نظام متابعه، امتحنك كل اسبوع كويز، فيديوهات لحل الهوم ورك، اشتراك، تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب موجود في الديسكريبشن، وتقدر تنضم لجروب القناه لجروب الواتساب ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل كومنت كويس، وتعرفني كده انت منين وانت مين، وبالتوفيق لكم ان شاء الله، والسلام عليكم.